فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. عن الشرع والقانون والأعراف الإنسانية فلتهموا ببكرة أبيكم يا كل حكام عالمنا، خزي وعار أن تبقى هذه الوصمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. روتين يوم الجمعة كله نشاط وروتين تشجيعي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، لو لسه اول مرة تشوفيني فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة طبعا نبدأ بيها هي البلكونة، علشان تبقى كده يعني هي الراحة النفسية فعلا. طول ما هي متبهدلة بتحسي ان في طاقة سلبية، فبتبدأي بيها الاول عشان تبقى نظيفة. هنا البلكونة دي طبعا انا حاطة فيها هنا الكراسي بتاعت البلكونة والترابيزة، فكان يعني الصف اللي هو محطوط عليه كده الكراسي والترابيزة كان تحتهم تراب، شلتهم الاول وكنستهم، وبعد كده مسحت ورجعت الكراسي تاني، نفضتها ورجعتها مكانها تاني. رجعت بقى هنا على البلكونة، مسحتها بقى. انا اصلا بمسحها يعني كل يوم كده، بس لازم كل اسبوع يعني انزل مثلا اعملها بالخرطوم، انزل بها اي تراب، امسحها بميه كده. وعملت برضو السور كده تبقى نضيفه معايا وريحتها حلوه، يعني غير بقى كل يوم تعمليها بس بالشرشوبه يعني كنظافه كده بس تبقى نضيفه معاكي، لكن كل اسبوع لازم انضفها كويس عشان خاطر تبقى نضيفه معايا. طبعا عملت هنا بقى بالمقشة كده الخشنة عشان خاطر لو في اي اتساخ في الارض والفواصل بتاعة السيراميك تبقى نضيفة برضو معايا. انا هنا اصلا كنت بعمل الروتين ده يوم الخميس يوم الاربع عشان يوم الجمعة يبقى روتين بسيط كده في الشقة. انا بحس اصلا يوم الجمعة ده بحس يعني براحة، يعني حاجة حلوة كده في البيت، يعني صلاة الجمعة بقى، ومثلا شقتك نضيفة تحطي بقى معطر او تحطي البخور بتاعك. بحس فعلا يوم الجمعة بروحانية جميلة في البيت. بس انا ما نضفتش بقى يوم الخميس الا تنظيف عادي بتاع كل يوم، فعملت بقى النهاردة الروتين ده. هنا بقى البلكونة بقت معايا زي الفل، ريحتها حلوة وكمان ما فيهاش بقى اي تراب ولا اي حاجة على السور، نضيفة معايا. هنا بقى دخلت على النهاردة الروتين في الركنة بس، يعني كانت متبهدلة معايا زي ما تشوفوا كده، عملت فيها حاجات كتير. هنا نزلت اي تراب على الشباك الاول ولمعته كده، بعد كده بقى شلت الركنة وكنست تحتها، بعد كده هنرجع للشباك تاني. انا كده كده بمسحه بالملمع بتاع الخشب، ما بيبقاش عليه اي تراب، بس انا المرة دي عايزة اغسله يعني علشان يعني الصيف بيبقى الجو عفار وكده اكتر. هنا بقى نضفت تحت الركنة. طبعا تحت الركنة اي حاجة مش لاقيينها في بيتكم بتلاقوها تحت الركنة، يعني الريموت كان ضايع لقيته تحت الركنة، اللعب دي كور صغننة كده دي حدفاها، اي حاجة بواقي مثلا يعني واكلين فاكهة تلاقي فيه تحت الركنة، فطبعا بشيلها واكنس تحتها عشان ترجع يعني بمسح مكانها وارجعها نضيفة. انا كل يوم كده لما باجي امسح بالشرشوبة الفواصل اللي بين السجاد بعمل تحت الركنة، بس برضو مش النظافة اللي بتبقى برضو اللي لازم اشيلها كده عشان يعني انضفها تحتها كويس ويبقى نضيف، لكن الشرشوبة برضو انا مش ببقى شايفة برضو مش بتتمسح كويس معايا. ولو اي حاجة مثلا واقعة تحتها برضو مش بعرف ان انا اتحكم ان انا اجيبها بالمقش، يعني برضو بحس ان يعني لا، لما تشيلي الركنة وتنضفي تحتها وتمسحيها وترجعيها كده على نظافة كده احسن كتير. طبعا هنا بقى الشباك غسلته عشان خاطر يبقى مفيش اي تراب كده وريحة النظافة تبقى في كل مكان. ونزلت الستاير برضو عشان اغسلها، كانت مليانة تراب ما غسلتهاش معاكم، يعني كنت غسلاها معاكم في قبل رمضان، ما غسلتهاش على العيد واللي من ساعتها بقى طبعا ريحتها تراب وكده، فغسلتها وهي نشفت على طول، يعني دوب خليت تصفي ميتها وتشيليها يعني ما تسيبيهاش تتعفر وكده. هنا بقى غسلت الشباك، وجيبي بقى فوطة ناشفة كده نضيفة امسحي بقى اي
صابون عليها كده. طبعا هنا انا كنت حاطه اوكسي، وحاطه اوكسي يعني مسحوق اوكسي واوكسي جل، وشويه بقى من اي معطر عندك. خلي ريحه المكان والحاجه اللي انتي غسلتيها ريحتها حلوه جدا. والبلكونه برضو كنت حاطه عليها نفس الحاجات دي، كانت ريحتها حلوه جدا. بعد ما خلصت ريحه النظافه في البيت فعلا حلوه. هنا بقى جبت الستاير، هما الستارتين بتاعه البلكونه وبتاعه الشباك بتاع الركنة، وكان الستاير برضو التانية اللي عليها غسلت الشوفون دول واللي عليهم. بس غسلت بقى دول تنشرها بميتها كده. بس فعلا يعني لو انتي مش قادرة مثلا تعملي الشقة كلها وتلمي الستاير كلها، فامسكي مكان زي كده. يعني انا ممسحتش الريسبشن كله، انا اهتميت بالركنة بس طبعا بقية الشقة نضفتها التنظيف العادي بتاع كل يوم. بس عشان هنا الركنة هي المعيشة بتاعتنا كلها فيها وقعدتنا كلها فيها، فهي اللي بتتبهدل معايا اكتر من اللي عند السفرة. مثلا عند الانتريه مفيش حد بيدخل هناك كده، فدوب تراب بسيط اللي هو بلمع كده ومش المكنسة فيها بس. لكن الستاير وكده يعني باجي الزقها. مثلا هعمل النهارده الركنة فغسلت الستاير، عملت مثلا عند الانتريه فاجيب الستاير بتاعتها. كنت عاملة معاكم اوضة الاطفال قبل كده، وكنت برضو غسلت الستارة بتاعتها عشان خاطر متكوميش على نفسك. وبالذات ان الايام دي في امتحانات، لو انتي مش فاضية عندك اطفال صغيرة مش عارفة تعملي منها حاجة، فامسكي مكان زي كده. انا هنا مسحت الركنة، وطبعا غسلت الشباك وغسلت الستاير ومسحت الارض، وهغسل الركنة معاكو، ورجعت كل حاجة نظيفة. وبقية الشقة عملتها الروتين اليومي العادي، برضو كانت نضيفة معايا. يعني مش ههتم بجزء كده يبقى حلو والجزء التاني يبقى مش نضيف، لا، كل حاجة تبقى مرتبة ونضيفة معاكي. متنسيش برضو ان يوم الجمعة قراءة سورة الكهف والصلاة على سيدنا محمد كتير. طبعا يعني بذكركم وبذكر نفسي معاكم. وابدأي بيومك كده، شغلي القرآن الكريم على مثلا راديو عندك على الشاشة، عشان لو في اي طاقة سلبية تخرج من الشقة. هنا طبعا سبت بقى الركن كده، مسحتها خلاص والدنيا تمام، سبتها تنشف. غسلت طبعا الستارتين الشوفون يعني معاكوا كده، بس المية اتبهدلت معايا. غسلت بقى التانيين اللي بقية الستاير، كنت بقى نشرتها تنشف على ما ايه اخلص بقية الشقة. هنا كنت الحمد لله خلصت الركنة وبقية الشقة ومطبخ نضيف. دخلت بقى هنا على اخر غرفة بلمع برضو اي حاجة عليها تراب، غيرت مقامل السراير وكنست بالمكنسة كده. الأوضة دي برضو كانت معايا تمام. وشغلت بقى دور في الغسالة على طول ونشرته برضه عشان خاطر ما يتراكمش بقى ثبت الغسيل يبقى مليان او كده. هنا الحمد لله انا كنت صاحيه بدري فده اللي انجز معايا. برضه انا لسه مظبطتش نومي. في الفيديو اللي فات قلت لكم انا ظبطت نومي شويه، وهبدا ان انا بقى اصحى مثلا 9 على 9:30. لا، انا برضه ما نومي لسه متظبطش لحد دلوقتي. وفعلا ببقى يعني اليوم اللي اصحى فيه مثلا على الظهر ابقى زهقانه، احس ان اليوم لو عايزه اصور مش هعرف اصور او كده. لا فعلا لما بصحيت بدري يعني بفضل اشجع نفسي انا لازم اصحى بدري. يعني لحد ما اصحى صحيت الحمد لله كان الساعة 9:30 على الظهر، كنت خلصت كل حاجة. فعلا لما بتصحي بدري اليوم بينجز معاكي. هنا الملاية كان فيها حاجة سمرة كده، ده من الغسالة، مش عارفة ليه كنت حطاها يعني الملاية دي. وكان ليا ترنج شتوي برضو موجود معاهم، كانت طلعت الترنج برضو فيه كده في حاجات سودا كده، وبرضو الملاية دي مش عارفة بقى كانت من الغسالة ولا يعني انا بعملها تنظيف عميق على طول يعني زي ما عملته معاكم قبل كده. بس مش عارفة ولا كان في حاجة في الغسيل هي اللي بهدلت كده معايا الهدوم. لو وصلت لحد هنا في الفيديو متنسيش اللايك، واتمنى يكون روتيناتي بتشجعكم وبتعجبكم. وانا اصلا يعني كنت بتابع إيه قنوات على اليوتيوب وكنت بتشجع منهم فعلا، وكنت يعني لو ورايا حاجة كنت بقوم اعملها واتشجع وكده. وما زلت لحد دلوقتي عشان اتشجع واعمل فيديوهات برضو واشوف. يعني مش غلط ولا اي حاجة ان انا اتفرج على قنوات تانية. لحد دلوقتي انا في ناس بحبها ومتابعاها بقالي فترة كبيرة، لحد دلوقتي لسه متابعاها. فعلا بتشجع برضو منهم، لان الواحد ساعات فعلا بيجي عليه وقت بيحس انه فاصل. ساعات بيجي عليه وقت لا مش عايزه اصور. لان انا ساعات ببقى عايزه انزل فيديو يوم ويوم، لا الاقيني نزلت فيديو وافضل بقى كام يوم تاني عم انزل فيديو عشان برضو عايزه اصحى بدري، عايزه اعمل كذا واكسل وارجع تاني يوم هقول هصحى بدري واعيد نفس الموضوع تاني.
فيارب بقى النوم يتظبط عشان الواحد كده يعني فصل بجد. هنا خلاص الأوضة بقت معايا تمام، شفطتها بقى طبعا بالمكنسة. اليوم ده كان فيه عفار شوية، يعني أول ما صحيت وعملت البلكونة الجو كان حلو، بدأ بقية اليوم أحس إن الجو بدأ يتعفر وعفار كده في الجو، ريحته نفسه الجو عفار وتراب. قفلت طبعا كل الشبابيك، يعني حتى بالليل كنت بفتح باب البلكونة من المغربية كده يدخل هوا ومفيش هوا أصلا. كان اليوم ده كان كاتمة قوي، فقفلت كمان باب البلكونة علشان خاطر ما يعفرش معايا الشقة. وانا كده كل يوم الروتين اليومي بتاعي بنضف اي حاجة فيها تراب وبلمع كده بالشرشوبة، بس برضو يعني مش عايزة اللي انا عملته يضيع يبهدل تراب وكده. هنا بقى الركنة كانت مليانة شوكولاتة من ايتيا، وكان فيها حاجات كتير اوي، في حاجات باينة وفي حاجات مش باينة، بس يعني فعلا لما غسلتها فرقت معايا وبقت نضيفة جدا، لان طبعا لونها فاتح حتى لو لونها غامق. المفروض ان احنا نهتم بحاجتنا زي كده تفضل نضيفة معانا وتتعقم. حط شوية من الخل، شوية من انا بحط الخلطة اللي انت طبعا قلتها كذا مرة بحطها تنضف معايا اي حاجة بجيبها من عند بتاعة المنظفات. شوية من اكسجين لاي حاجة عندك ومعطر او كده، فتبقى معاكي ريحتها حلوة وبتنضف، وفي اي حاجة اتساخ بسيط يتشال معاكي وكده. طبعا هنا غسلتها كلها، بشغل بقى طبعا المروحة عشان تنشف، كانت نشفت اصلا هنا، لكن هنا عدى ساعة مثلا كنت فرشت وخلصت. بس كان بقى رجعت جبت الستاير علقتها عشان خاطر يبقى كده، يعني فنشت بقى الحاجة الأخيرة خلاص. علقت بقى الستاير، ودلوقتي جبت كفر جديد للركنة، كسوة كده حطيتها يعني تبقى على الشلتة بتاعة الركنة عشان خاطر مطرح برضو وقعت حاجة برضو تبقى يعني محافظة على الشلتة، لأن أنا كنت حاطة حتتين كده دول بتوع مش بتوع الركنة أصلا، كانوا حتتين صغيرين كده بس كنت حاطاهم محامين الركنة سنة بسيطة يعني مش قوي، بس كانوا يعني شايلين معايا شوية. هنا بقى جبت الكفر ده غير الكفر طبعا الكبير التاني كان بيغطي الركنة، ده حلو جدا. كنت جايبة المتر عامل 80، هو قال لي 110 نزلت معاه ل80. بس هنا كنت جايبة المتر ده يعني العرض عرضين، يعني كنت جايبة متر واحد وقسمتها بقى 2. تديها بقى اي حد يظبطها لك كده عشان خاطر يسرفلها ما يبقاش فيها خيوط طالعة. وهي فعلا كانت حلوة ومش صغيرة، يا دوب الشلتة مثلا على الوش كده تبقى، لا سيبي ليها براح شوية، يعني ممكن تاخدي مقاس اكبر سنة بسيطة، فالشلتة تدخليها مثلا من الجنب تحكميها كويس. هنا يعني الحتة دي البف ده انا كنت حاطة عليه متر لوحده عشان خاطر مش يعني لو ولدك قعدوا او كده ما تتبهدلش معاكي على طول، تبقى محكمة من الشلتة كلها داخلة في الجناب وكده. بس فعلا شكلها حلو جدا وحسيت بتغيير بسيط برضو. كان حاسة ان التصوير ظالمها، يعني هي في الحقيقة على الطبيعة يعني شكلها جميل، حاسة ان فعلا التصوير ظالمها. وبكده خلاص يكون الدنيا بقت معايا تمام، وفرشت وعلقت الستارة. والكفر طبعا انا كنت غسلاه عشان خاطر مثلا من كذا حد مثلا بيتفرج على القماشة من ايد لايد بتبقى في المحل مثلا بتتعفر، فطبعا كنت غسلاها كويس عشان تبقى نضيفة ومعقمة وريحتها حلوة. وكده خلاص يكون الفيديو خلص، اشوفكم على خير في فيديو جديد.